بسم الله الرحمن الرحيم. معكم حامد الكردي، مفكر وباحث مقيم في مصر. بسجل الفيديوهات بناء على طلب الأخ علي كولو، ولكن هو في الأساس بيان أو توضيح عن الكرد في مصر. الكرد في مصر لهم دور كبير، بداية من ما قبل الإسلام 1500. واحنا عارفين ان مصر هي مقر ميلاد وحياة سيدنا إدريس عليه السلام، الذي عاش 880 عام دعوة إلى الله، وهو أول نبي ورسول بعد سيدنا آدم، وكان في مصر. حينما جاءت الجميلة نفرتيتي لنشر الدين على منهج سيدنا إدريس، أقامت في منطقة البر الغربي في الأقصر ولفترة حتى وفتح المنية، ولم يوجد لها سوى معبد. وهذه دلالة عظيمة على أنها كانت مقيمة دعوة إلى الله فقط، يعني لم يوجد لها مقبرة ولم يوجد لها كنوز ولم يوجد لها سوى المعبد الموجود في البر الغربي. وهذا هو المجيء الأول للكرد. المجيء الثاني وهو في فترة حكم أو إدارة عمر بن الخطاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لشؤون الدولة الإسلامية. ولنعلم جميعا أن الإسلام هو دين الحضارة والتنوع، إذ كان من أصحاب النبي أو على رأسهم سلمان الفارسي الذي قال فيه المعصوم صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت، وهو سلمان من بلاد فارس وابن ملك من ملوك الفرس، وصهيب الرومي من بلاد الروم، وجابان الكردي من بلاد الكرد، وبلال من بلاد الحبش، إذ أن الإسلام هو دين العالمية، دين الحضارة والتنوع، ولم يكن قاصرا على أهل الجزيرة العربية. الأمر هذا يبين أن عمرو بن العاص حينما دخل مصر عام 20 هجرية 640 ميلادية كان معه مجموعة كثر من أناس من الجزيرة وغيرها، على رأسهم عمر الكردي هو الجد المباشر لي. عمر الكردي كان معاه مجموعة أخرى مثل الشيخ عبد الرحمن الكردي، الشيخ عيسى الكردي، الشيخ محمد عمر الكردي، وهؤلاء هم سادة في الدعوة إلى الله ونشر التوحيد، وأقاموا في مصر حتى ماتوا ودفنوا، ولهم مساجد وأضرحة وشوارع بالقاهرة. عمر الكردي انتهى به الحال في منطقة تسمى نوف كما هو أمامنا الآن. عمر الكردي جاء إلى هذه المنطقة وتوقف، ثم دعوة إلى الله. لكن دخول طبعا المصريين الإسلام إلى مصر في مرحلة تبين أن حينما دخلوا إلى مصر أقاموا في منطقة تسمى الآن بالقناطر. تم توزيع المسلمين حسب توجيهات عمرو بن العاص، إذ انتهى به المقام في منطقة القاهرة. مجموعة انتهت إلى الإسكندرية، مجموعة أخرى تحركت في بعض القرى والمحافظات. يبين أن عمرو بن العاص كان معه مجموعة كثر، على رأسهم طبعا وردان مولى عمرو بن العاص اللي هو في المنطقة التي يقيم فيها الآن. الإسلام يبين أن وجود الكرد في مصر على فترات متباينة. هذا الأمر تحققت خلال بحث ودراسة أقمتها منذ أكثر من 20 عام ردا على مقولات كثيرة، وهذا الكتاب موجود وطبع أكثر من مرة. وهناك رسالة دكتوراه في نفس المقام عن الكرد في مصر، ونوقشت في جامعة الأزهر، لأن كثيرا من الناس يجهل هذا الأمر ويدعي ادعاءات باطلة على الكرد. الكرد جنس من الأجناس العريقة، إذ قال الله تبارك وتعالى في شأن وجود سيدنا نوح عليه السلام: واستوت على الجدي. والجدي هو جبل معروف من الموصل إلى البحر المتوسط، ويسمى الآن بإقليم كردستان أي أرض الكرد. وهذا الأمر يبين أن مصر ما سميت إلا لأنها لشأن مصر ابن قبط ابن مصر من حام أو سام ينتهي إلى نوح. نفس الكلام الإقليم ما سمي لأنه لكرد برضو ابن عمرو ابن مزيقة ينتهي إلى نوح عليه السلام. محط نظر الله الإقليم، محط نظر الله مصر،
إذ قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وكان على رأس هذا الكلام في القرآن الكريم إذ قال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض، إذ أن مصر هي كنز كنوز الكرة الأرضية. ومحط نظر الله الكعبة للذي بمكة مباركة. في أماكن ثلاثة: الكعبة، الإقليم، مصر. بعد كده بنقول الدخول الثالث في عهد أسد الدين شيركوه، لما أشرف على الموت ووجد أنه خلاص مش قادر يقاوم، فاستدعى صلاح الدين ابن أخوه ابن نجم الدين أيوب ليعينه. ولكن صلاح الدين كان له رؤية ثاقبة، كان شاب طبعا، لملم شتات الأمة الإسلامية على لا إله إلا الله محمد رسول الله، غير المنهج الشيعي إلى المنهج السني في الأزهر، جمع الكتب التي تدعو إلى التشيع وأقام المنهج السني ورسخ المنهج السني. وثم أخذ الجيوش الإسلامية تجاه بيت المقدس. ولنعلم أن بيت المقدس لم يدخله أحد إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة أن أسري به وعرج به إلى السماوات العلى، وعمر بن الخطاب حينما طهره، ثم صلاح الدين. ومن هذه اللحظة لنعلم أن الكرد لهم دور كبير في رؤية ثاقبة تنفيذا لمراد الله تبارك وتعالى على منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الدين عند الله الإسلام. سلامة الأوطان، سلامة المجتمعات، سلامة الأفكار، دعوة إلى الخير، إلى الجمال، إلى الفضيلة. حينما ذهب صلاح الدين مع جيوشه طهر بيت المقدس، أقام فيه الصلوات، ثم عاد إلى مصر. وكان يعني له دور كبير في نشر وسطية الدين على ربوع الأرض التي خاض فيها نشرا وتصحيحا لمفاهيم الدين الإسلامي. الدخول الأخير وهو في عهد محمد علي بيك الكبير، ولم يذكر أحد حتى هذه اللحظة من هو محمد علي، غير أنه من ديار بكر، جاء في ضمن جيوش معينة، ولكن لما دخل مصر وجد أنها من أغنى الأماكن على ظهر الأرض، كما أخبر القرآن الكريم: اجعلني على خزائن الأرض. ولكن طبعا قام بإقامة الترع، بنهضة في التعليم، قناة السويس، إنشاء السكك الحديدية، وهي أول سكة حديد في العالم بعد إنجلترا في عهد محمد علي، واستعملت أو تمت شغلها في عهد عباس حلمي الأول. نهضة في التعليم، إنشاء الكباري، إنشاء الجسور، طباعة الكتب، كل ده نهضة حديثة على إيد الكرد في فترات سيال صلاح الدين وتغيير المنهج الشيعي إلى المنهج السني في الأزهر الشريف. وحتى هذه اللحظة الأزهر هو وسطية الإسلام ومنهج السنة المحمدية، تطبيقا لما قالت المصطفى صلى الله عليه وسلم: سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عض عليها بالنواجذ. طيب، محمد علي، طباعة الكتب، التعليم، الزراعة، السكة الحديدية، الجيش المصري من أقوى جيوش العالم الذي أسسه محمد علي بيك الكبير. عدد الكرد في مصر ما يقارب 8 مليون كردي منتشرين في جميع محافظات مصر، لهم أدوار كثيرة. طبعا المشاهير في كتب، يمكن الدراسة اللي أقيمت في زي ما قلنا في جامعة الأزهر، ده كتاب مشاهير الكرد، معروف فيه أكثر من حد، يعني على رأسهم عباس محمود العقاد، عبد الباسط محمد عبد الصمد، من الفنانين محمود المليجي وغيرهم، من المفكرين الدكتور عبد الرحمن الكردي كان رئيس جامعة الأزهر، الدكتور بهاء الدين الكردي، وعلى رأس هؤلاء جميعا من كانوا في طاعة الله تبارك وتعالى وترسيخا لمعاني العدل والجمال والإنسانية. الكرد مشهورين بالكرم، الكرد مشهورين بالجسارة، الكرد مشهورين بالتضحية في سبيل نشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. الكرد مشهورين بالإعمار، يعني محمد علي لما جه لم يكن يملك شيء غير أنه بيعمل جسور، يعمل سكة حديد، يعمل ترع، يعمل جيش، وهكذا صلاح الدين نفس الكلام، لم شتات الأمة. نتمنى أنه يكون هذا العمل مفيد لكثير من الناس الذي يختلط عليهم الأمر. من هم الكرد؟ هم شعب من الشعوب التي اختارها الله تبارك وتعالى تكون دعامة من دعامات الخير، من لدن كرد حتى قيام الساعة. سلام الله عليكم جميعا.